مزرعة شغالة بأعلى وأجود علف وبرضه الإنتاج واقع. السبب علف مش بيتهضم. أنا مهندس سيد عيسى وجاي عشان أفيدك في مجال الدواجن. الزرع ده تقرير صحي يومي للقطيع. العلف الغير مهضوم في الزرع ليه أكتر من سبب، ولو عالجته غلط هتخسر الدورة. وجود علف غير مهضوم في الزرع معناه الأمعاء مش شغالة بكفاءة، والقصة مش ميكروب واحد وخلاص، ده ليه عدة أسباب. أولا أسباب فيروسية خطيرة ومستخبية زي نيوكاسل وإنفلونزا الطيور والريو فيروس وأدينو فيروس. الفيروسات دي بتضرب جدار الامعاء وبتخلي الامتصاص يقل، حتى لو العلف ممتاز مش هيتهضم. ثانيا اسباب بكتيريه، كوليستريديا وسالمونيلا وايكولاي. هنا المشكله ان البكتيريا بتكسر العلف قبل ما الطائر يستفيد بيه، فبتشوف الحبه نازله كامله في الزرع. ثالثا الطفيليات الداخليه، الكوكسيديا والملاريا. الكوكسيديا بالذات عدو الهضم رقم واحد، بتدمر بضانه الامعاء وبتخلي الامتصاص صفر. رابعا الاحتباس الحراري والاجهاد الحراري. الحر بيخلي الطائر يقلل الاكل والهضم يقل والانزيمات تضعف، والنتيجه علف داخل وعلف خارج. خامسا الميه، وهي العدو الصامت. سوء جودة الميه وزيادة ملوحتها بتخلي الامعاء تعبانة، حتى احسن علف في الدنيا هيطلع غير مهضوم. الخلاصة انك تشوف الصورة كاملة، ما تعالجش عرض واحد بس. الزرع بيبعت لك رسالة لازم تقراها كويس، واللي يفهم الزرع يعرف المرض قبل ما الخسارة تكبر. استنوني في حلقة جديدة من سلسلة صناعة الدواجن. تابعني عشان تتعلم اكتر وتعرف خبايا واسرار الصناعة.